عشان نفهم التفاعلات اللي بتحصل ما بين الممثلين لازم نروح للممثلين في ملعبهم، مش نجيبهم من المعمل. لازم نروح للممثل على المسرح وهو في البروفا وهو بيمثل بجد. الدراسة دي بتتكلم عن حاجة جديدة تماما، ازاي ممكن نستخدم أجهزة حديثة لقياس نشاط مخ الممثلين وهم بيتمرنوا على أدوارهم في بيئة طبيعية مش معملية باستخدام تقنية متطورة اسمها ال FNIRS. والنتيجة لما ينادي حد على اسم ممثل وهو بيمثل، منطقة البريفرونتال كورتكس اللي عادة بتنشط لما نسمع اسمنا ما كانتش بتتحرك بنفس الطريقة. بمعنى تاني، استجابة المخ لاسم الممثل نفسه كانت سبراس أو مقموعة. العلماء اللي عملوا الدراسة دي قالوا إن استخدام نداء الاسم كان وسيلة علمية لقياس إدراك الذات عند الممثلين. لما يكون الممثل في الشخصية، المخ بيتعامل مع اسمه بشكل مختلف كأنه مش متعلق بيه. الفكرة هنا إن التمثيل بالنسبة للمخ هو عملية فصل تام عن الذات. دي حاجة مذهلة لأنها بتوضح إن الممثل فعلا بيعيش شخصية تانية بالكامل، لدرجة إن مخه بيبدأ يتعامل مع اسمه الحقيقي كأنه ما يخصوش.